السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن؟ كيف صحتكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. كمان رجعت لكم مرة تانية بفيديو رابع يوم من رمضان، إن شاء الله مباركة طاعتكم وكل عام وانتم بألف خير يا أحلى عيلة. خلينا نحكي عن تفاصيل الفيديو شوي. الصراحة ما كان بدي نزل هذا الفيديو لأنه حسيت صورت لكم تفاصيل من البيت أكتر، يعني نحن طبخنا وضيافة وقهوة وهيك، حسيت صورت لكم يعني تقريبا الفيديو كله عن هاي التفاصيل. يعني أنا كبنت مثلا لازم أصور لكم عنايتي هيك شغلات بتخصني إلي، يعني ما بتخص غير شي. ما بعرف، حسيت حالي بالغت شوي، بس رغم هيك غيرت رأيي وقلت لحالي ما بدي يمر يوم وما نزل فيه فيديو. المهم في هذا اليوم كنا عازمين بيت خالتي وبيت الأميرة سبع. يعني ما بيعرف، الأميرة سبع كمان عندها قناة على اليوتيوب يعني بتنزل عليها كمان فيديوهات. الكل يروح يشترك في قناتها، مع اني اغلبكم بتعرفوها اظن. بنات لا تنسوا تحطوا لي لايك واشتراك وكمان تحلوا من تحدياتكم، لانه بتعرفوا هالفترة هالكم يوم صايرة عم نزلكم كل يوم فيديو، فعم ياخد من وقتي كتير. بتمنى تقدروا هالشي وبحبكم كتير، بتمنى لكم كل الخير يا رب. مشاهدة ممتعة جميعا. في يوم هادئ من أيام المدينة المنورة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد النبوي، والناس جلوس ينتظرون كلمته كما ينتظر العطشان قطرة الماء. صعد المنبر خطوة خطوة، فما إن وضع قدمه على الدرجة الأولى حتى قال آمين. تعجب الصحابة لكنهم صمتوا، ثم صعد الثانية فقال آمين. ازدادوا العجب على شو عم يقول آمين. ثم صعد الثالثة وقال آمين. انتهت الخطبة، فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: سمعناك تقول آمين ثلاثا، لم نسمعك تقولها من قبل. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل فقال: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. مثل ما نستنى الساعة لتصير الساعة 12 أو 1:30 أو 2 لنبدأ دراسي، أو العام لا يتغير مشان نتغير. رمضان هو الشهر اللي إذا ما طلعت منه متغير رح تبقى طول العام ندمان على فوات رمضان منك. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمين حينما قال جبريل: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له. يعني جبريل عليه السلام وبرسالة مبطنة عم يقول مين اللي ما ممكن ينغفر له برمضان من كتر المغفرة والرحمة اللي بتكون بهالشهر. لذلك وقبل رمضان ب50 يوم، لا بيوم ولا بيومين، إذا طلع لك هالمقطع تأكد أنه ما صدفي ولا اعتباط، بل إشارة بأنك تجهز نفسك للشهر اللي رح يغسلني ويغسلك ويغسلنا جميعا ويغيرنا تماما. للي ما بيعرفني، أنا أحمد الصابوني. بهالصفحة عم شارك أصدقائي تجارب الشخصية لنتغير سوية لنسخة أفضل، عسى نلقى الله تعالى بعمل يليق بالعرض عليه. واللي بيعرفني فيا أهلا وسهلا يا أصدقاء بمقطع جديد. وقبل ما نبدأ بدي منك تجهز دفترك وفنجان قهوة لنبدأ رحلة التغيير قبل رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 7 قواعد أساسية لخلاصة التغيير في رمضان. أولا، التوبة الاستباقية. شوف، لما تلاقي نفسك قبل رمضان عم تكتر ذنوبك، عم تحاول توب مرة وتنتين وثلاثة، ومع هيك عم تلاقي حالك عم تدمن على الذنوب أكتر وأكتر. كل ما عم تحاول تجهز وتقول قرب الشهر، قرب رمضان، ليش هيك ما عم أقدر أطلع من ذنبي، فتأكد إنه الشيطان عم يحضر لرمضان مثل ما أنت عم تحاول تحضر له. بيحاول يخليك تتعلق بذنوب إدمانية. ورجاء لكل شخص يوقف المقطع شوي ويتذكر قبل كل رمضان من كل عام شو بيصير معه. بتكتر ذنوبه الإدمانية، بيلاقي في شهوة عم تزيد عنده بشكل غير طبيعي، في شيء عم يجره ويشده على الذنوب. فلذلك أول شيء ممكن تعمله هو التوبة الاستباقية. ليش؟ لأنه الشيطان مثل ما حكيت لك عم يجهز لرمضان مثل ما أنت عم تجهز. طيب ليش الشيطان بجهز؟ الشيطان برمضان يصفد، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في رمضان تصفد مردة الشياطين. يعني ما الشيطان العادي اللي بيوسوس لك، لأنه الشياطين درجات، في الشيطان العادي،
في رئيس المرد وفي رئيسهم كلهم وهو إبليس. فلذلك الشيطان عرفان أنه برمضان ما رح يقدر يوسوس لك، مشان هيك بيحاول يوسوس لك قبل رمضان بذنوب يخليك طول رمضان معكر منها، ما تقدر تتجاوزها، ما تطلع من رمضان كما دخلت له وربما أسوأ. ليش؟ لأنه برمضان لما يختفي الشيطان تصفى معركتك مع نفسك، ولما ما تجهز للحرب النفسية اللي راح تفوتها برمضان مشان تتغير تماما، تطلع من رمضان وانت خسران نفسك وانت عم تلوم نفسك جدا، والشيطان بيتمكن منك. الله تعالى يقول: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لذلك من اليوم بتتوب إلى الله توبة بتحارب حالك عليا. فكل ما إجاك الشيطان وحاول يغريك بذنب سواء إدماني أو غير إدماني، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأي مكان بتكون بخل